السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه يا حبيباتي؟ يا رب تكونوا بألف خير. انا النهاردة هعمل معاكم وصفة حلوة قوي قوي قوي. اديكوا شايفين البخار والدخان واللحمة دايبة دوب. النهاردة هنعمل مع بعض أكلة المحشي. هقول لكم مقاديرها: طماطم، خضرة اللي هي بقدونس والشبت والكزبرة، بصل، بهارات، ملح، كزبرة، سوري ملح، كمون، مرقة. انا ما بحبش الحاجة المبهرة قوي على فكرة. يعني لكل شيخ وليه طريقة، او بمعنى اصح لكل دار وليها مدار. انا بحب الحاجة بهارات معينة. يعني مثلا انا هنا حطيت البهارات اللي انا هحطها، هعيدها معاكم تاني: هي مرقة، فلفل اسمر، ملح، بسم الله الرحمن الرحيم، شعرة من الكزبرة، كمون برضو شعرة بسيطة. احنا هنا بنحمر البصلة، او بمعنى اصح احنا بندبل البصلة بطريقة امهاتنا وبطريقة اجدادنا. التيتا بتاعتنا كانت تقولك ايه وهي بتعمل الاكل؟ دبلي البصلة. فاهماني؟ دبلي البصلة يعني صفريها. حطينا هنا الطماطم. الطماطم دي انا كنت مسبكاها. ان شاء الله يعني الفيديو بتاعها هبقى هنزله لكم باذن الله. وبرده ما ننساش نحط شعرة سكر علشان للصلصة اللي هي تعادل الحموضة. انا مرضى يعني انا ما قلتها لكمش، بس انا هحطها دلوقتي قدامكم. قلب قلب. المحشي من الاكلات الشتويه الحلوه قوي اللي كلنا بنحبها. يعني ما فيش بيت مصري بيخلى في الشتاء من وجبه المحشي. بصوا انا هنا حطيت السكر. بصي الصلصه بتبكبك. الله على الريحه، تحفه. انا كان نفسي والله ان انتوا تكونوا معايا وتدوقوا منها. حطينا الخضره. بصي حبيبتي، وانتوا بتعملوا المحشي، انا هنا على فكرة طفيت على النار. ما تحاوليش تحطي الخضرة على النار لان انت مش بتطبخيها. انت مجرد ما هي بتدفي على المحشي ويهدى، ارمي الخضرة عليه علشان ريحتها وطعمها ما يدعش. فاهماني؟ حطينا هنا الرز. بصوا مقادير الرز حسب انتي اسرتك. يعني انا اسرة مثلا مكونة من 5 افراد، انا بعمل مج 3 مجات. ده بيعمل لي وجبة كويسة وحلة كويسة، يعني بتكفينا. فانتي حسب ترتيبك بقى لوجبة المحشي بتاعتك، حسب الافراد الاسرة. شوفي انتي مثلا بتحبي المحشي كتير، ما شاء الله ممكن الولاد عندك ياكلوه طول النهار، اعملي حلة كبيرة. لكن انا عادة بعملها حلة على قد وجبة الغداء. انا هنا برضو زي برضو بعيد عليكم، انا هنا طافية على الصلصة، على التسبيكة، لان في شيفات بيقلبوا الرز مع التسبيكة. لا انا بطفي عليها وبحطها. ويا ريتك وانتي بتعملي الخلطة بتاعة المحشي بتاعتك يعني زودي الصلصة فيها. ليه بقى؟ علشان وانتي بتسقي المحشي ما تسقوهوش بصلصة كتيرة ويتحرق، تسقيه بشوربة بس. بصوا هنا الكرنب فيه فيديو وبرجعوا له، انا كنت عاملاه ازاي انا فرست المحشي الكرنب. بصوا يا جماعه، انا دلوقتي بعمل المحشي ده بطريقه معينه. طبعا احنا التلاجات عندنا بتختلف تبريدها من تلاجة للتانية. في تلاجات لو قطعتي فيها الورق على قد حجمه وهو خزنتيه كده يعني ايه بينعم من التبريد. فهنا دي انا بالنسبه لي الطريقه دي كويسه قوي. بصوا هنا برضو انا من الناس المبتدئه، احنا كلنا شاطرين في الحشو المحشي، بس ده الناس المبتدئه في المحشي اللي بتنعى هم حشو المحشي يعني. بصي انتي بتحطيه على البلانشة وبتلفيه كده اهو، وبتقطعي على حجم الصبع اللي انتي عايزاه. حته صبع كبير وصبع صغير دي انتي بتقدري تتحكمي فيها. بالنسبه ان انتي الرز اللي انتي بتحطيه لو انتي عايزاه حجم الصبع اصغر من كده بتقللي نسبه الرز. بصوا محشي قمر قمر. وكانت الخلطة طعمها حلو قوي قوي قوي. انا عارفة ان انتوا بتعملوها احلى مني، بس احنا بناخد افكار من بعض يعني. ايوه بصوا حجم الصبع قد ايه. عايزة تصغري قليلي الرز اللي انت تحطيه في الورقة. بالهنا والشفا. بصوا انا كان عندي لحمة بقى مسلوقة،
بصوا انا هديها صدمه صدمه، حطيت زبده وزيت على فكره. ايوه صدمه، يعني بخليها تاخد شويه كده، يعني ايه زي بحروقها بسيط، بتدي طعم حلو قوي، يعني بلسعها. ايوه بصي اللحمه بقى دي بتتعمل على ايه، على عدد الاسره بتاعتك، يعني شوفي انتي افراد الاسره بتاعتك قد ايه. اللحمه دي انتي ليكي حريه التصرف فيها. حطيت عليها فلفل اسمر وبقلبها في الزبده والزيت اللي انا حطاهم. بصوا اتحروقت حروقه بسيطه، بس كان طعمها حلو جدا جدا جدا. بصوا يا جماعه، انا في ناس بتعمل المحشي وبتحط رقات اللحمه نيه. اي معلش انا بقرف، يعني انا بفضل ان الحاجه يعني لو خدت سوا بسيط نسبه الدم اللي فيها راحت. بصوا انا حطيت هنا في القعر ايه، حطيت ورقه خضراء وحطيت ورق اخضر من المحشي وحطيت بطاطس وحطيت بصل وبهرته بزيت وفلفل اسمر، ورصيت رقات اللحمه. بصي رصيتها من تحت اول رق، ورصة المحشي. انتي بقى طبعا بالنسبة لو انتي عندك افراد الاسرة ما شاء الله كتير وسلقة نسبة لحمة كتير، حطي بين كل يعني كل كام صبع كده، كل كام صف من المحشي حطي راق. هنا ما شاء الله المحشي كله اترص، وادي راق من اللحمة تاني. ايوه بصوا حطينا المحشي كله ما شاء الله. بصوا انا هنا حطيت ايه، حطيت شوربة، وحطيت في الشوربة دي مرقة، وحطيت فيها فلفل اسمر وملح. دوقيها انتي. تحفة يا مامي، تحفة.